بلشت العروض تنهال على جونزالو، خلص شافوه لعيب، صارت كل الانديه بدها اياه، وبالاخص من الدوري الانجليزي اجاه عروض كثير. هو مزبوط انه مستقبله لهسه ما انحسم، بس تشابي الونسو بده اياه. وبالنسبه لاندريك اليوم راح يسافر على امريكا ميامي عشان يلتحق في المجموعه، هو رجع من الاصابه واعطوه الضوء الاخضر، واحتمال انه تشابي الونسو يعول عليه في المباريات لو 10 دقائق بكل مباراه. وبالنسبه لكيليان مبابي جاهز مليار بالمية، وراح يكون جاهز كمان لمباراه اليوفي يوم الثلاثاء، ومش بس راح يكون جاهز وراح يكون اساسي كمان. فينيسيوس جونيور الانتقادات امر طبيعي، ولكن انتظروا ما ساقدمه في المراحل القادمه. اللاعبين الوحيدين اللي ما انصابوا بريال مدريد طوال الموسم الماضي ولحد الان هم لوكا مودريتش واردا جولر، وان شاء الله ما نحسدهم وما ينصابوا كمان. وبالنسبه لالابا رجع انصاب، هذا البني ادم لو بتنفخ عليه بغيب شهرين، مده غيابه راح يكون شهر. وانا على فكره هذا البني ادم اتمنى يضل مصاب او ريال مدريد يبيعه، لانه ما راح يفيد. شو بتتوقع منه؟ بده يكون سيرجيو راموس؟ واعطوني رايكم بتشواميني تحت قياده تشابي الونسو. الولد مع الونسو عالمي اذا كان بخط الدفاع او حتى في مركزه بالوسط. ولا تنسونا من المتابعه طبعا فضلا وليس امرا يا اخواني، وكل الحب والاحترام للجميع. وبالنهايه وكالعاده هلا مدريد.